ابنك اللي لما تشيليه يسكت وتسيبيه على السرير يعيط مش متعود على الشيل. بشوف كتير من الأمهات بتيجي تشتكي إن طفلها أول ما بتشيله بيسكت وأول ما تحط على السرير بيعيط. في أمهات تقول لي ده هو ممكن ينام على كتفي ساعة كاملة وأول ما أحط على السرير أول ثانية على طول يصحى. يا ترى إيه المشكلة دي؟ هل الطفل ده متعود على الشيل زي ما بيقولوا لك؟ لا أبدا. الطفل ده في الحقيقة عنده ارتجاع في المريء. ارتجاع المريء معناه ان احماض المعدة واللبن بيرجع من بطن الطفل على المريء فيعمل التهابات وألم شديد جدا في صدر الطفل وحموضة فيبدأ الطفل يعيط. طب انا ليه لما بشيله بيسكت؟ لان انا لما بشيله بحافظ على الحمض بتاع المعدة واللبن في وضعية قائمة، فاللبن يفضل موجود في المعدة فالارتجاع يقل فالطفل يبدأ يهدى ويتحسن. طيب اتعامل ازاي مع الحاجات دي وايه هي الادوية اللي انا استخدمها عشان اقلل من ارتجاع المريء؟ اول حاجة احنا بنحط الطفل في وضعية مرتفعة شوية، يعني بنخلي الطفل من اول وسطه لحد راسه كده مرفوع بزاوية 30 درجة عن السرير وقت النوم، لان ده زي ما قلنا ان هو بيقلل الاحماض وبيقلل الارتجاع فيبدأ الامور تبقى تتحسن وانا منيم الطفل على ظهره. الحاجة التانية ان انا اقرع الطفل كويس جدا بعد كل رضعة عشان احاول ان انا اخرج الغازات من بطنه فبالتالي الارتجاع يقل. الحاجة الثالثة ان انا اشيله على كتفي شوية بعد الرضاعة عشان احافظ على اللبن في بطن الطفل لحد ما اللبن ده يبدأ يجبن ويتقل فالارتجاع بتاعه يقل. طبعا احنا بنستخدم بعض الادوية في الحالات الشديدة زي الترايتون او الجاستريج، وده جرعته ربع وزن الطفل. يعني مثلا لو طفل وزنه 4 كيلو بياخد 1 سنتي بالفم 3 مرات في اليوم قبل الرضاعة بربع ساعة. لو الحالة شديدة ممكن ندخل معانا حاجة كمان زي النيكسيام ساشيتس بكاوي تركيز 10 مللي جرام، بنحط نص الباكو على 5 سم مية سبق غليها أو على رضعة اللبن بتاعة الطفل لو هو بيرضع لبن صناعي كل يوم بالليل لمدة أسبوعين أو أكتر حسب الحالة بتاعتنا. طيب هل الطفل اللي عنده ارتجاع لازم يرجع قدامي؟ يعني لازم يكون بيرجع؟ لا أبدا. أنا شفت حالة جاية سافرت لجوزها أجازة في السعودية، سافرت المفروض إنها راح تقعد 2 أو 3 زيارة أو حاجة، قطعت الأجازة بتاعتها بعد 5 أيام عشان الطفل بيصرخ صريخ شديد جدا وما بيسكتش نهائي ومش لاقية معاه حل، قطعت الأجازة ورجعت مصر. لما انا شفت الطفل كان عنده الاعراض اللي انا بحكي لكم عليها، كان عنده موضوع بسيط جدا وهو ارتجاع المريء. بدانا ندي الادويه المناسبه زي ما انا شرحت لكم، بدا الطفل يتحسن تحسن سريع جدا اللي احنا بنسميه دراماتيك ريسبونس او تحسن درامي في الاعراض بتاعته. الارتجاع اللي كان عند الطفل ده اسمه ارتجاع صامت، يعني بيرجعش بره، هو عنده الاعراض بس بيشرق وهو نايم، لما بيتشال بيسكت، لما بيتحط بيعيط، ريحه نفسه متغيره، في بحه في صوته، عياط متواصل. دي هي اعراض الارتجاع الصامت او اللي احنا بنسميه سايلنت جيرد او ارتجاع صامت في المريء. انتوا كمان لو حد من اطفالكم عنده الاعراض اللي انا بحكيها حاولوا تجربوا الادويه والوضعيه اللي انا شرحتها. لو في اي مشاكل تانية يا ريت تشرفونا في العياده. لو عايزين تشوفوا الفيديو بتاعنا بجوده عاليه شوفونا على قناتنا على اليوتيوب دكتور عيالي محمد عبد الحليم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.